يقول كان تاجر في ذاك الوقت، كان تاجر، أموره المادية جيدة جدا، عنده أب، عنده أخوة، عنده زوجة، عنده أولاد، عنده أم عجوز مريضة. هذا التاجر مدلل كل هاي الوادي مداير مدايرة، مدلل أبوه تارس جيبه فلوس، ومدلل أولاده وتارس يجيبهم فلوس، ومدلل أخوته وتارس يجيبهم فلوس، ومزوجهم وتعبان عليهم، وزوجته شو تقول أم فلان يقولها صار، وأمه مريضة شوية مقرمة شامرها على شرباية ويا دوب يوصل لها الطعام. يقول كان هذا التاجر بيته على بحر، وشغله بتجارة السفن بالبحر. يقول يوم من الأيام كان قاعد، لكن هذا التاجر شوفوا إخواني، هذا التاجر تقول الرواية كان لا يصلي ولا يصوم، من دل الله وين، فهذا فلوسه هواي صلاة ما يصلي. اجا واحد من جماعته، ابو فلان انت ليش ما تصلي؟ قال له ما محتاج، فلوس عندي وخير وكذا. قال له والله كلها ما تفيدك، ليش ما تصلي؟ شنو ما يفيدني؟ عمي انا كل شيء عندي، ايش عندي بالصلاة؟ المهم صار تختصر لك بالكلام. قال له وداعتك الداير مدايرك كلهم ما يفيدوك، وداعتك اذا غمضت عينك، ايش قد عمرك انت؟ 60 70 80 سنة، انت يصيحوا لك فلان، اذا متت وحطوك بالتابوت صاحوا لك جنازة، والله اسمك ينسي بدقيقة، ولك قوم قدم روحك. قال له لا بس انا ابوي يحبني، اخوتي يحبوني، ما اعرف ايش. قال له قوم اراويك، تفضل، هذا تابوت وذولا حمالين، راح انيمك بالتابوت وانت تعال اسمع بذانك. بس استحسن الفكرة، قال خلي اشيك ربعي لأنا تارس حلوقهم. حطوا بالتابوت شالوه. اول ما بلشوا بالاب، قال له لابنك مات، قولت اهل البصره ثغبوا الابو، لطم بكى ما اعرف شنو. قال لهم فتح التابوت خلى اشوف اخر نظره لابني. قال له لا هي ما تفيدك. قال لهم ليش؟ هذا صاحب المصلح. قال له لانه ابنك ما مصلي والله مسلط عليه ثعبان، مدده بصفه وخاف الثعبان تلدغك. بس انا اقول لك من مات ابنك انا سمعت هاتف، هالشكل الاختبار هو صح كذب بس الاختبار. قال له سمعت هاتف انك تمد ايدك وتلزم رجل ابنك وتدعو الله ينطي من عمرك على عمره، يرجع ابنك يعدل ويصلي ويستغفر ربه ويصير خوش ادمي. قال له واني اطي على عمره ليش؟ هو مات بعد، خذوا لي القبر شافونا شر. هذا اول واحد ابو فلوس الابو. ويصيح لاخوته، اجوا الاخوه خلي يا اخويا ولطمه، خلينا نشوف اخونا. هم قال لهم نفس الكلام. واخوان، الله يرحم هذا الشاعر، واخوان اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي، وخلتهم سهاما قاتلات فراموها ولكن في فؤادي. دول الاخوه بعض من عندهم. تعال بوي هذا خيكم، خلينا نشوفه. هم قال لهم حيه وحط ايديكم على رجله وياخذ من قال له والله ما اطي من عمري دقيقه. قال له ابوي مو هذا تارج حلقك ومزوجك فاتح لك بيت وتعبان عليك؟ قال له والله ربع ساعه ما اطي من عمري، روحوا دفنوا وشوفوا شر. الاخ يسمع، اجوا الاولاد، الاخ بالتابوت، يلا بلكي اولادي ما يفشلون يطلعون بيهم حظ. يلا ابوي شو تقولوا لابوكم؟ ابوي ابونا خلص بعد سياره وخلص بنزينها، زين ما بعد خلص عطس لبوا شمروا سكافه جلبتوا، بعد ما بقت غير بس الزوجة عشرة العمر. قال بلكي هاي زوجتي. الزوجة قالت وانا حط ايدي على رجله واطي من عمري 5 دقائق ما اطي. انتم مدوخيننا عليه من ردوا روحوا دفنوا خي وليد.